اهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه هو عن حاجة من حاجات السيناريو. اتكلمنا قبل كده في البدايات والنهايات. طيب في النهايات هتكلم على نوع من انواع النهايات، لان النهايات ليها انواع. من ضمن النوع ده وهو نوع يعني بيستخدم كتير وفي حاجات كتير، وهو نوعية النهاية المشوقة او الكليف هانجر اندنج. النهاية المشوقة دي هي عبارة عن ايه اصلا؟ هي اداة من ادوات الكتابة بتستخدم في مختلف القوالب الفنية والادبية. يعني موجودة في القصص، موجودة في الروايات، موجودة في الافلام، موجودة في المسلسلات، موجودة كمان في المسرحيات. النهاية المشوقة بتختلف، لان لو النهاية دي في فيلم بيبقى بيسيب الفيلم يجيب نهايته على حتة معينة ويقفل على كده. يعني مثلا واحد رمى قنبلة من اللي فيها تايمر دي، والتايمر بيعد 10 ثواني. طيب التايمر شغال، ال10 ثواني دول شغالين، فالبطل قاعد بيشوف طريقة يبطل مفعول القنبلة وانها ما تنفجرش. خلاص ال10 ثواني اتعدوا وخلصوا وجه خلاص 3 2 1 0، بس كات اقفل على كده، ما تعرفش ايه اللي حصل. فده بقى ايه هيحصل؟ يعني فانت هيحصل لك ايه؟ انت مش هتفهم، بس في نفس الوقت هيبقى عندك الفضول اللي هو ايوه ايه بقى حصل بعد كده، وتلاقي ان الفيلم قفل على كده. عادة النهايات دي بيبقى ليها غرض، بس في الفيلم يعني بيبقى ليها غرض، ويعني غرض بنسبة كبيرة مفيش غيره، ان هو بيسيب لك هنت كده ان في جزء تاني جاي في السكة، فبيسيب لك النهاية دي. وبالذات يعني ان نوعية النهاية دي بتستخدم بره في امريكا مثلا في الافلام اللي بيكون ماشية على نهج الفرانشايز، اللي هي ايه، عندهم سلسلة اجزاء كتيرة. حاجات كده مثلا زي افلام السوبر هيروز مثلا، في منها ممكن يعمل ده، مش كلها. في ممكن افلام الرعب، في ممكن يعني الافلام الانيميشن، بعض الافلام الانيميشن ممكن تعمل ده. وده في حالة ان هو لو الفيلم الانيميشن ده متفق عليه انه هيتعمل له جزء جديد، لان مش كل افلام الانيميشن بيتعمل لها اجزاء يعني. وفي افلام طبعا بقى زي فاست اند فيوريوس، وممكن جون ويك، ممكن يعني. اما بقى المسلسلات الموضوع بيبقى مختلف شوية، لان انت الفيلم انت ده فيلم كامل ساعة ساعتين 3 ساعات وكفاية على كده. لكن المسلسل بقى انت الموضوع ماشي حلقات، حلقة بحلقة. فانت في امريكا مثلا الموضوع ماشي ازاي؟ ان هو الحلقة مش بتنزل في اليوم، هي بتنزل بالاسبوع. يعني يعني انا بتكلم بقى في التلفزيون مش المنصات ممكن ننزلك الحلقات كلها، بس التلفزيون بقى كمان، التلفزيون بيعرض حلقة جديدة كل اسبوع. فكل حلقة بيختمها لك بنهاية كده معينة، بيخليك ان انت متشوق انك عايز تعرف اكتر. مسلسلات في مصر هنا، مسلسلات 30 وال40 حلقة وال45 حلقة برضو يعني بيبقى فيه، ومش كلها يعني مش كلها ممكن تعمل ده. هتلاقي برضو حاطط لك النهاية المشوقة في كل حلقة عشان يشدك ان انت تشوف اللي بعده ايه. فالغرض من استخدام النهاية المشوقة عامة، زي ما قلت، ان هو بيصير فضولك للي هيحصل بعد كده في الفيلم. يعني لو في ان هو ممكن يبقى فيه جزء تاني، فيحصل ايه في الجزء التاني يا ترى؟ في المسلسل بيخليك ان انت مش قادر، مستعجل، عايز تعرف اكتر هيحصل ايه في اللي جاي، هيحصل ايه الحلقة الجاية. في مسلسلات كتير استخدمت النهايات المشوقة في الحلقات بتاعتها ولحد نهاية الموسم نفسه عشان خاطر يمهد لك الموسم اللي بعده كمان. مسلسلات زي جيم اوف ثرونز، مستر روبوت، زي مثلا مسلسل ريكت، زي مسلسل هاوس اوف دراجونز. مسلسلات كتير جدا ملهاش اول من اخر كانت بتستخدم التكنيك ده، حلقة بحلقة وموسم بموسم، عشان يحافظ على انتباه الجمهور. استخدام بقى النهاية دي لما بتتحط بشكل مظبوط هتنجح لك فرصة انك تشوق المتفرج وتخليه يتشد للعمل كله، ويبقى عايز يعرف اكتر، ويوصل لمرحلة ان هو يعني عايز فعلا يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. وعلى فكرة الحاجات التشويقية دي او من الحاجات اللي هي المشوقة يعني، ممكن تيجي من شيء فرعي. في ممكن بيعملوا ده، يحط لك حاجة يشوقك بيها، تبقى حاجة كده فرعية كمان على جنب برضو بتحصل. زي كان في رمضان 2022 كده، آسف 2023 معلش انا اتلخبطت. بس كان في مسلسل الصفارة ده، كان حديث الناس كلها يعني. المسلسل ده هو كان في حتة فرعية كده، الناس كلها كل يوم ما بتسألش غير نفس السؤال ده: هو ايه اللي حصل في جمصة؟ عشان كل شوية في المسلسل، كل شوية كل حلقة
ما يعديش حلقة غير ما يقولك ايه، يجيبوا سيرة اللي حصل في جمصة، بس يجيبها له بطريقة ايه، فاكر ما كنا في جمصة ما كنت بتعمل كذا، شكلك نسيت اعمال جمصة كده يعني بالطريقة دي. فاللي هو كله اللي هو ايوه في ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في جمصة، ايوه ايه اللي حصل في جمصة. فدي كان حديث السوشيال ميديا بقى، والناس بتقعد تتكلم فشهوة الناس عايزة تعرف هو في ايه. طب يعني اللي هو طب هل في حلقة مثلا هيتكلموا فيها عن اللي حصل في جمصة مثلا، لحد ما المسلسل اختتم بقى يعني في الحلقة الأخيرة جاب في التتر كده انتظرونا الجزء التاني عشان نعرف ايه اللي حصل في جمصة. وهيبقى الجزء التاني اسمه كده السفارة 2 بين قوسين ايه اللي حصل في جمصة. انت متخيل؟ فهو ده كده النهاية التشويقية، يعني الكليف هانجر اندنج او النهاية المشوقة. الغرض منها انها بتجذب انتباه المتفرج ولو فيلم بتخليه ان هو يتحمس للجزء اللي بعده، يبقى عنده فضول عايز يعرف ايه اللي هيحصل الجزء اللي بعده. ولو مسلسل ان هو بتخليه ان هو تحافظ على انتباهه للحلقة الجاية عشان يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. ولو المسلسل انتهى مثلا مع نهاية الحلقة الأخيرة ويتحط النهاية المشوقة دي بتشوقه ان هو يعرف ايه اللي هيحصل في الموسم الجاي بشكل عام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك أحمد مصطفى. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.